السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده الاهلي دلع سموحه بثنائيه شريف وكهربا. بعد كده معانا الزمالك بعد التعادل مع المقاولين، وزمالك اوريو متعوده دايما. بعد كده معانا انسحاب الاهلي من كاس السوبر، واخر حاجه معانا وهي عقوبه كهربا. وايه النظام؟ بس في الاول بستاذن كل واحد صاحبي وحبيبي يعرفني او ما يعرفنيش بيتفرج عليا، ادعمنا بالاشتراك في القناه واضغط زرار اللايك. نخش في الموضوع على طول. الاهلي يهزم سموحه بثنائيه موجعه ومؤلمه جدا، والماتش النهارده كان فيه تغييرات كتير من كولر، لان كولر وهو بيلعب الماتش ده اصلا كان بيفكر في ماتش الرجاء. مكاسب ماتش النهارده كويسه جدا جدا جدا. محمد هاني بدا يرجع لمستواه تاني. النهارده خط الوسط بالنسبه لك النهارده كان بيلعب النهارده، يعني اصبح من اقوى خط الوسط في مصر او من اقوى خطوط الوسط في مصر. النهارده كنت بتلعب بديانج مثلا ومروان والسوليه، وفي ظل ان حمدي فتحي غايب، لكن انت النهارده مش هتحس بغياب اي واحد من ضمن الاربعه دول. اي واحد من الاربعه دول، الثلاثه اللي موجودين، اتنين بيلعبوا وواحد بره، او الثلاثه بيلعبوا، وعندك برضو ناس بره تقدر تلعب زي كوكا ينزل يقدر يلعب لك في خط الوسط، عندك برضو محمد مجدي قفشه يقدر ينزل يلعب لك برضو في خط الوسط المتقدم. يعني الموضوع انك انت مش هتحس باي فارق كبير في ظل اي اتنين او اي ثلاثه موجودين في قلب الملعب. بعد كده النهارده عندك رجوع محمد شريف لمستواه. محمد شريف واحده واحده بدا يرجع لمستواه كويس جدا، ودي حاجه هتفيد الاهلي قدام. طبعا عشان لو اللي حصل لكهربا ده اتطبق عليه هتبقى في مشكله كبيره بالنسبه لهجوم الاهلي، لان شادي حسين مش موجود في التشكيل، ولما بيكون موجود في التشكيل كولر مش مقتنع بيه، لان شادي من يوم ما جه الاهلي هو ما جابش الا جون واحد. وفي الاول او في الاخر بتنفذ تعليمات المدير الفني او ما بتنفذهاش، انت كراس حربه مش مطلوب منك حاجه، وهو دي شغلتك، انك انت تجيب الجون، انك تترجم الهجمه لجون، بتخدم، بتطلع على الوينج، بتلعب يعني بتاخد معاك اتنين. انا برضو في النهايه راس الحربه بالنسبه للاهلي ولاي فريق هو هدفه الاساسي ان هو يترجم الهجمه بتاعه الفريق ويترجم الشغل بتاع الفريق كله لجون، لكن ما ينفعش يجي لك 3 4 فرص ما تجيبش منهم ولا فرصه. فهي دي المشكله اللي هيمر بيها الاهلي لو كهربا حصل له ايقاف. النهارده الماتش كان ماشي كويس وسهل، ويعني يعتبر الماتش خلصان بدون اي مجهود وبدون اي تعب، وبتلعب في اخر كام دقيقه. انا ما اعرفش ازاي بقى يا شناوي انت تبقى كابتن الفريق وبتغلط غلطه زي دي. المفروض ان انت لاعب كبير ودولي وبتتحمل الضغط وبتعرف تسيطر على اعصابك، واتقل واحد يعتبر في الفرقه. ما ينفعش تغلط غلطه زي دي، لازم تعاقب عقاب كبير جدا 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 من اداره الاهلي، بغض النظر عن العقوبه اللي هتعملها لجنه المسابقات عليك. وانا بعمل الفيديو الحمد لله الحمد لله هو ده اللي تم، والعقوبه قدامك اهي. تاني حاجه معانا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم في ماتش نهائي الكاس الاهلي وبيراميدز كلف الاهلي غلطه، او كلف نفسه غلطه، او كان هيخسر الاهلي البطوله وهيكلف الاهلي البطوله كلها بالكوع اللي اداه للمهاجم، وما كانش فيه اي فرصه للكوره، ولا كان فيه التحام، ولا كان فيه لعب، ولا كان فيه اي حاجه. هو كوع على الواقف بينك وبينه، وانت طلعت قلت انا ما قدرتش اسيطر على اعصابي وما قدرتش اعمل مش عارف ايه. طب انت ما اتعلمتش النهارده طول الماتش عمال تفرك عشان تاخد طرد، وفي الاخر خدت انذار. طب انت اللي حصل المره اللي فاتت وطلعت اعتذرت ما اتعلمتش منه؟ طيب اداره الاهلي بقى مسؤوله، وكولر مسؤول عن اللي بيحصل ده، لان ممكن لعيب زي محمد الشناوي، لعيب زي محمد عبد المنعم، لعيب زي محمود متولي النهارده اللي غلط غلطه وهو بيرجع الكوره وما قدرش يسيطر عليها ووقع، وحسام حسن طلع والشناوي طلع جت في وشه وطلعت بره، ستر ربنا يعني ان هي طلعت بره. النهارده اللعيبه اللي بتستهتر دي ممكن تكلف الاهلي بطوله في ماتش واحد. النهارده لو الماتش الجاي ده مثلا او اخر ماتشين في الدوري هم اللي هيحسموا الدوري، انت هتكلف الاهلي البطوله كلها. النهارده انت ما تقدرش تعمل كده في افريقيا، هتكلف الاهلي بطوله. النهارده الماتش ذهاب وعوده هتطرد، خلاص راحت عليك البطوله. النهارده ما تقدرش تعمل كده في ماتش زي ماتش السوبر اللي جاي قدام الزمالك. ليه؟ لانك انت هتكلف الفريق بطوله. بعدين من باب اولى لو انت اللي هتعمل كده، لا واحد زي كهربا هو اللي يعمل كده. كهربا ممكن يعمل كده، لو عمل كده ما حدش يقدر يلوم عليه. الراجل ده ممكن يعمل كده من باب وكميه الضغوط اللي عليه من غرامه ماليه للزمالك وصلت ل 90 مليون جنيه، وشويه وقف وشويه مش عارف ايه، واخر حاجه العقوبه اللي اتسربت عليه امبارح ان هو هيتوقف 12 ماتش وهيدفع مليون جنيه غرامه، وبيلعب النهارده بمزاج عالي جدا وجاب جون وكان مفيش عليه اي حاجه ولا عليه اي لغط، والراجل بيلعب بذهن صافي، صفى ذهنه في الماتش وطلع نفسه من الضغوط والكلام من ده كله. المفروض ازاي تتعلموا ازاي تسيطروا على اعصابكم من واحد زي كهربا، لان هو لو عمل اللي انتوا عملتوه ده محدش هيرمي اللوم عليه، لان هو عنده ضغوط تخليه يعمل اكتر من كده. نيجي بقى على عقوبه كهربا ومشاركته النهارده في ماتش سموحه. طبيعي جدا ان هو يشارك، لان لحد دلوقتي الاهلي ما تبلغش رسمي بالعقوبه، وفي مصدر في لجنه الانضباط صرح وقال ان احنا بنعمل العقوبه وبنبلغ الاتحاد بالقرار، وهو المفروض الاتحاد المصري هو اللي يبلغ الانديه. ولحد دلوقتي الاهلي زي ما قلت ما تبلغش. وبعدين هو ايه هو الجرم اللي عمله كهربا، او ايه هي المشكله اللي عملها كهربا ان هو ياخد العقوبه دي؟ يعني ده لو العقوبه دي طلعت صح. ثانيا ان اصلا اللائحه بتاعه العقوبات مفيش فيها اي عقوبه بالشكل ده ب 12 ماتش. ده اقصى عقوبه في اللائحه كلها هي الايقاف 6 ماتشات والغرامه 50,000 جنيه.
والست ماتشات العقوبه دي ده لو اللاعب كان عامل فعل فاضح او اشارات مشينه زي ما اللائحه بتنص على احد عناصر اللعبه فيما عدا الحكم و50,000 جنيه غرامه. النهارده انت سربت العقوبه دي اللي هي 12 ماتش ومليون جنيه خصم. طب ليه؟ انا مش فاهم يعني ليه هو قلع ملط مثلا في الملعب؟ يعني بعد ما جاب الجون قلع ملط؟ فالمطلوب بقى ان اللجنه اللي خدت القرار ده او عملت القرار ده تطلع حيثيات القرار ده علشان الراي العام يرتاح ويعرف ان الراجل ده خد العقوبه دي علشان عمل كده، ويكون فاهم او الناس تكون فاهمه، ادارات الانديه تعلم اللعيبه ان محدش يقلع تاني بعد ما يجيب جون في الزمالك. وبناء على التسريب ده طلع كلام بيقول ان مجلس اداره النادي الاهلي منقسمين على كذا قرار. اول حاجه ان هم هيرفعوا العقوبه دي او هيشتكوا الاتحاد المصري في العقوبه دي للفيفا، وهيسيب كل الهجاصين اللي هنا، لان الموضوع واضح جدا ان هو في تعنت. ناس تانية جوه الاهلي بتفكر ان هي تنسحب من السوبر، وهنا العقوبه اللي هتمشي على الاهلي هي هتكون غرامه مليون جنيه وعدم مشاركه الاهلي في 3 بطولات للسوبر متتاليه. وده كله طبعا مش فارق مع الاهلي نظرا لارقامه وبطولاته اللي معاه، لكن اللي فارق معاه ان في ناس هتفرح، في ناس هتفرح جدا ان الاهلي ياخد قرار زي ده عشان هي هتطلع تلعب. لكن الاهلي بيفكر في القرار ده علشان يلبس اتحاد الكوره بالبلدي كده بالنسبه للخساره الفادحه اللي هتنزل على اتحاد الكوره، لان الرعايات والفلوس اللي اتدفعت والكلام من ده كله هيخسر الاتحاد المصري اكتر من 7 او 8 مليون جنيه. لانك انت لما تكون الاهلي رايح تلعب قدام الزمالك في نهائي السوبر غير لما الزمالك يلاعب اي فريق تاني، لان طبعا الاهلي له قدره وله مكانته والاهلي حاجه تانيه. زمالك اوريو ومتعوده دايما. انا قررت اسمي المدير الفني الجديد اوريو علشان يبقى الاسم سهل النطق كده ايه، ولو قلناه 50 60 مره في الفيديو ما يبقاش تقيل على لسان الواحد. الزمالك بقى النهارده قرر ان هو يقدم ضحك في قلب الملعب. النهارده الزمالك معاك مدير فني جديد وعندك روح جديده وقلت بدايه جديده وصفحه جديده وعايز تثبت نفسك للمدير الفني علشان مثلا في التقييمات في اخر السنه ما يبقاش في اي مشاكل وتقعد ومش عارف وايه وصفقات جديده ما لعبتش وناس عايزه تثبت نفسها. لكن انا هقول لك على السبب في اللي حصل ده كله. المهم يعني ان سجل هدفين الزمالك النهارده هم زيزو ومصطفى شلبي، وطبعا انا بعتبر ان حسام عبد المجيد سجل النهارده لان هو سجل هدف التعادل لما الكره اتقطعت منه وخدها فادي فريد وحطها في الجون. يعني حسام عبد المجيد غلط غلطه ما يغلطهاش لاعب ناشئ عنده 16 سنه او عنده 15 سنه لما يقف في الكوره على كده ويروح متكعبل في الكوره ومتدقلج جواها في الارض ويسيب الكوره للمهاجم وضغط عليه 2 ويسيب الكوره للمهاجم والمهاجم يعرف يجيب جون في بلس 90. يعني النهارده انت بتتكلم في الوقت بدل الضايع. لكن اللي عمل كده في حسام عبد المجيد هو جمهور الزمالك. جمهور الزمالك لما بيمسك لعيب بيروح طالع بيه السما زي سكر اللي برضه الزملكاويه ناويين يخلصوا عليه. احنا عندنا واحد عالمي، احنا عندنا يا جماعه سيبوا اللعيب، ادوا اللعيب قدره في الماتش بس. بعد الماتش ما يقفل الموضوع انتهى. الكلام ده ممكن تعمله لما واحد يجيب لك بطوله، لما لعيب يجيب لك بطوله بكوره فرديه هو عملها ممكن تهيص معاه شويه وبعد كده يرجع تاني. قدم غلط حط عليه، ما قدمش غلط خلاص كمل يا باشا زي ما انت بتاخد فلوس مقابل اللي انت بتعمله ده. انت مش بتمن علينا باللي انت بتعمله ده. فجمهور الزمالك لما بيستلم واحد وبيطلعه على المسرح بيطلعوا حفله واللعيب ده السوبر ستار بتاعنا واللي لعيبه صغيره ومن جوه يعني بيركبها الغرور والموضوع بيبقى كده. فهو ده اللي يودي لعيب صغير زي ده في داهيه. الزمالك خسر النهارده زيزو للاسف للاصابه بالتواء في الكاحل وخرج مصاب النهارده، ومصطفى شلبي خرج بعدها بشد في الخلفيه، وخرج مستر اوريو بعد الماتش في المؤتمر الفني وقال ان انا لسه بكتشف الفريق. اي حد بيعمل اعداد فني للماتش بيعمله قبلها ب3 ايام، انا بقالي يومين 2 بس هنا. لكن القرار اللي هو خده ان هو الفتره الجايه دي اللي هيلعب كويس هو اللي هيكمل. مفيش اسماء، مفيش حد حاجز مكان في الفريق ايا كان اسمه ايا كان مركزه ايا كان سنه ان كان كابتن ان كان صغير. اللي هيلعب كويس وهيأدي الخطه بتاعتي هو اللي هيكمل معايا في الفتره الجايه، غير كده بره. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده من ماتش الاهلي وسموحه والزمالك والمقاولين. ولو عجبتك الحلقه اضغط الاشتراك في القناه وفعل زرار الجرس واضغط اللايك التمام وخلي الكوره ليك. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. سلام.